والله العظيم عيب اللي بيحصل. اقسم بالله اللي بيحصل ده ما ينفعش. يعني انا عايز اقول كلام وخايف للكلام يجرح. يعني كلامي موجه لجمهور الزمالك. لو انت من جمهور الاهلي ومش عايز تسمع، اتفضل. لو عايز تحضر وتسمع، وجودك يشرفنا. جمهور الزمالك اقسم بالله عيب. يعني الواحد دمه بيتحرق بجد. اي استفتاء بيحصل ويكون فيه لاعب من نادي الزمالك لازم يخسر، ونرجع نقول احنا جمهورنا اكتر جمهور واكبر جمهور واعظم جمهور. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ يمكن جمهور الزمالك كتير وكبير، بس لما بتبقى فيه حصر او احصائيه بتكون من خلال السوشيال ميديا. استفتاء بيحصل هنا، استفتاء بيحصل هنا، صفحه هنا، صفحه هنا، وبيقيم من خلالها جمهور مين اكتر من مين. طب احنا اي استفتاء يحصل مفيش حد من الزمالك بيكسب. شيكابالا يخسر في استفتاء، والاخر امام عاشور اللي محدش يختلف عليه قدام برونو سافيو الاستفتاء اللي عملته رابطه الانديه المحترفه. طيب يعني لما برونو سافيو اللي لسه ملوش في مصر شهرين، ومع احترامي ليه ما قدمش حاجه للاهلي قدام امام عاشور، في الوقت اللي امام عاشور مسجل فيه هدف تاريخي امام نادي المصري. برونو سافيو 95%، امام عاشور 3%، لاعب اسوان 2%. ده هم لو مزورين النتيجه مش هيطلعوها كده. انا قلت قبل كده جمهور الزمالك مقصر شويه مع فرقته، والدليل باين. احنا بنطلع نقول اكبر جمهور. زعلان من كلامي؟ هتقول عليا انا اهلاوي؟ انا حزين على نادي الزمالك. جمهور الاهلي لو شم خبر كده ان في استفتاء، اقسم بالله لو لاعب هم كارهينه وما بيلعبش وما يفهمش حاجه في الكوره هيجروا ينجحوه. يسمعوا بس كده ان في استفتاء على لاعب من الاهلي كله يشير لبعضه. تبص تلاقي في خلال ساعه جمهور الاهلي كله ايد واحده عشان ينجحوا لاعب النادي الاهلي. انما جمهور الزمالك لو مر عليه اي استفتاء، هو رايي انا اللي هينجحه يسيبه. ده والله زي ما بقول لك، جمهور الاهلي اي منشور يخص الاهلي كله بيلففه على بعضه. تيجي تعمل احصائيه تلاقي جمهور الاهلي عامل مشاركات كتير، عامل اعجابات كتير في الاستفتاء، قادرين ان هم يوصلوا صوتهم. انما جمهور الزمالك للاسف في حاجه حايشه صوته، ما بيحضرش. تزعلش من كلامي، لو كلامي زعلك حاول ان انت تكون ايجابي مع اي شيء يخص الزمالك، عشان تثبت ان فعلا الزمالك، جمهور الزمالك جمهور عظيم وكبير ومساند لفريقته ولاعيبته. شكرا لكم.